أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم ياسر أنا فرحانة اللي بديت مبرتاجي في ديرسات على اليوتيوب، وهوني طالبة منكم إنكم تدعموني وتشاركوا معايا آرائكم وأفكاركم. هوني باش نعملوا أفخاذ بتاع دجاج مصلي في الفور محمرين، باش نحضروا لهم التوابل بتاعهم اللي هما الفلفل الأحمر والتابل والحبق الشايح والملح والكركم والرند، وهذيك جوزة الطيب مرحية، وعنا اللي أهم من هذا الكل اللي هو برشا بصل مفروم وكمية باهية من الثوم المفروم، وعنا زعتر وكليل مرحيين خضر ومغرفة طماطم وريقات رند. بعد ما نظفنا الدجاج بتاعنا وششطناه باش نحيو ال الشعر اللي فيه والزغب اللي فيه، وبعد ناخده بحكاكة نضيفة وننظفوا الموجود فيه، وهوني باش نحيو باش نخليو يا ربي الجلدة بتاعها ما نحوهاش، ونحضروا هوني سلطة هذه الخضرة بتاعها سلطة مشوية، نحطوها في الفور على روحها ونتهناو عليها، ونجي نحضروا هوني التتبيلة بتاعنا اللي هي زيت وقارص وخل، كمية باهية من الزيت وكاس قارص كاس خل، ونحطوا التوابل بتاعنا الكل اللي سميناها، ونحطوا التوابل الأهم من هذا الكل اللي هي سميناها من شوية، اللي هي البصل وثوم والطماطم والدنيا الكل، نلبسوا جواندوات في دينا على خاطر الصوص حارة، ونخلطوا بالباهي بالباهي قبل ما نحطوا الدجاج بتاعنا، نحطوا بشوية بشوية الدجاج حتى لين ياخذ ويشرب التتبيلة بتاعه بالباهي. وهوني نحاول اني نوصل التتبيلة والصوص بتاعنا للكمية اللحم الكلها، ان شاء الله يكون ترجمتي واضحة حتى للمتابعين من اي دولة عربية، ان شاء الله تكون واضحة. هذه تتبيلة الدجاج المحمر في الفرن، يعني هوني نحاول نهز الجلدة وندخل ونحشي شوية التتبيلة الداخل خاطر باش تعطي نكهة أخرى. وهذا هو المنظر النهائي بعد ما حطينا الدجاج بتاعنا في التتبيلة وحاولنا نوصله كمية الدجاج الكل. هذه هي النتيجة، منظر مزيان ويشهي، وتتبيلة باش تدمنوا عليها بالحق ياسر روعة. في الوقت اللي استنينا فيه السلطة كان الدجاج باش ياخو وقته، ونغطيوه ببابي مطبخ، بابي سيلوفان، باش يقعد تقريبا بتاع ساعة ونص وهو في الفور. هوني نحضر قهوة العربي بتاعي باش نعمل بها جو اللي طون كمل الدجاج. السلطة المشوية بتاعنا نحيناها وخليناها في ساشيه باش تطرى، بعد نحو الجلدة البرانية ونرحو على رواحنا. هوني الدجاج حاضر باش نحطوه في طبق كبير ونحطوه على درجة حرارة 120 مش أكثر لمدة ساعة غير ربع، باش يكون محمر وشارب الصوص بتاعه وشارب التتبيلة بتاعه. وهوني نحضر البريك التونسي على طريقتي، نحبه عربي ما زايد حتى شيء، شوية ثوم وشوية بصل وشوية فلفل أحمر ومغيرفة طماطم صغيرة كما كانت تعمل جدة ربي يطول في عمرها، والبطاطا المقلية بتاعنا والمعدنوس وأي إضافات أخرى راهي تزيد تحليه ما يصير حتى شيء. هوني الطاولة حضرت السلطة المشوية بتاعنا، نودكم ولنشاهيكم. هذا الصوص بتاع الدجاج، وهذا الدجاج المنظر النهائي بنة عالمية، والبريك حاضر والطاولة كانت حاضرة. وماذا تدعموني وتفعلوا الجرس باش أول ما نهبط روسات تجيكم نوتيفيكاسيون باش تتبعوني وتعطوني رايكم في اللي روسات اللي هبطتها من قبل واللي باش نهبطوها تو. وشكرا على متابعتكم ودعمكم ليا، وتابعوني على قناة التيك توك بنفس الاسم اللي موجود على قناة اليوتيوب. وشكرا للناس الكل، شكرا على دعمكم مسبقا، والأصدقاء اللي على التيك توك وجاو يشاركوا هوني في قناتي على اليوتيوب، إن شاء الله نكون أحسن.